السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا غنوجد لكم واحد الخبز غزال 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 كيشهي صراحة، كيدوز غير بوحدو. ممكن انكم تديروه للفطور او للكوتي، كيحمر لكم وجهكم قدام الناس. كنتمنى انكم تجربوه. وين الاعجاب ديالكم؟ ندوزو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. المقادير احتاجيت هنايا 500 غرام ديال الفينو، ما يعادل واحد 4 الكيسان ديال العنبه. عندي هنا 250 غرام ديال الفورص. عندي كذلك 125 غرام من السميده رقيقه، واحد الكاس ديال العنبه زائد ملعقه كبيره، نصف كاس من الزيت. عندي نص كاس كذلك من سكر سنيده، شاصيه ديال الفاني، ملعقه كبيره من خميره الخبز، وملعقه صغيره من الملح. وكذلك عندي ما يعادل 450 ملي ديال الحليب، او تقريبا واحد نص لتر وقال شي حاجه، على حسب العجين او على حسب الخليط. اول حاجه كيف كتشوفوا غنوضع المقادير اللي عندي كامله. بالنسبه للفورص 250 غرام، كتجينا واحد 2 كيسان ونص ديال العنبه. وبالنسبه للسميده رقيقه 125 غرام، كيف ذكرت كتجينا واحد الكاس ديال العنبه زائد ملعقه بومبي. هنا كيف كتشوفوا ضفت سكر سنيده، فهو اختياري لحقاش انا بغيت الخبز يجي حلو. الا كنتو غتستعملوه للغداء او العشاء فممكن انكم ديروا غير ملعقه واحده، ما ديروش 3، لحقاش هذا كيجي حلو كيف قلت لكم للكوتي او للفطور. ضفت نصف ملعقه او ملعقه صغيره عفوا من الملح، كذلك ملعقه كبيره من الخميره الفوريه او خميره الخبز، واحد نصف كأس من الزيت. وغندير كلشي يتعجن في العجانه. بالنسبه للعجانه راه ماشي ضروري البنات، انا غير باش نربح الوقت لحقاش درتو للفطور وبغيتو يكون واجد. العجينه كيف كتشوفوا كتكون مطلوقه بزاف لحقاش السميده مازال غاديه تشرب. المهم نتوما لعبوا ما بين 450 حتى ل 500 ملي ديال الحليب، يعني نص لتر، وممكن انه يشيط لكم منه شي حاجه. كيف كتشوفوا غادي نخليها في هذا الاناء نيت، غنخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها ورجعوا نتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خمرات العجينه ديالنا، هذا هو الشكل ديالها، كتكون رطبه بزاف البنات، والشكل ديالها او الملمس ديالها عفوا كيكون رطب للغايه. غنزولها من الاناء وغنخدمها ان شاء الله فوق سطح العامل. غناخذ العجينه ديالي وما غادي تحتاج مني لا زيت ولا دقيق، ما غاداش تكون كتلصق في سطح العمل. وغادي نحاول اننا نقسمها الكويرات يكونوا متساويين بالنسبه للحجم، او لا يعني الحجم ديال الخبيزات نتوما اللي كتحكموا فيه. ممكن انكم ديروهم كبار، ممكن انكم ديروهم صغار. انا هنا خرجت لي 5 ديال الخبيزات كيف كتشوفوا، يعني قسمت العجين ل9 ديال الكريات. كناخذوا العجين وكنحاولوا اننا نكوروه بشكل عادي وتلقائي كيف ما كنخدموا ديما العجينه العاديه ديالنا ديال الخبز. غنبقى مستمره حتى غنكمل الكميه كامله اللي عندي. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت غنخليها ترتاح مده واحد ديال 5 ديال الدقائق، وغندوز باش ان شاء الله نطلقها. باش نطلقها محتاجه لهنايا القليل من الماء، وكذلك القليل من السميده الرقيقه ديال الحلوى. كناخذ كويره ديال العجين، كنفندها مزيان في هذاك الماء، وكنعاود نفندها في السميده رقيقه وكنبسطها. يستحسن البنات تبسطوها بالمدلك او تلقوها بالمدلك، لحقاش كيجي فيها الشكل زوين بحال ديال الزنقه. غنستمر بهذا الشكل كيف كتشوفوا، نحاول انني نعطيها واحد الشكل دائري. ممكن انكم كذلك تخدموها على شكل باغيت طويل. غنحاول انني نقادها بيدي. الا بانت لك شي بلاصه مازال خاويه، يعني ما وصلهاش السميده اولا الخبز العجين شربت لكم السميد، ممكن انكم تزيدوا شويه الماء وكذلك السميده من الفوق، ونعاود نقرص شويه ونديرها في اللاطه. غنعاود عاوتاني واحده اخرى كيف كتشوفوا كنديرها في الماء من بعد السميده رقيقه وكنقرصها مزيان. البنات اللي ما غاديش يستخدموا المدلك فيعني يديكم كافيين، غير هي حاولوا ما تخلوش الاثار ديال الاصابع ديالكم او الكراس ديال الصبع ديالكم في العجين او لا في هاد الخبيزات. غنستمر ضربه ضربه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
صدقوني هاد البنات هاد الخبيزات كيجيو غزالين، ديروهم عافاكم وتفكروني صراحه كيجيو غزال. انا ما بقيتش كنقدر نستغنى عليهم لحقاش كيدوزو غير بوحدهم، ممكن انكم دوزوه مع قهوه ولا مع اتاي، غزالين لواحد الدرجه ما كتصورش ورطبين بزاف. كيف كتشوفوا دائما الماء والسميده رقيقه، وكنقرصها سواء بيدي سواء بالمكتب. ملي غنكمل الكميه كامله اللي عندي كيف كتشوفوا غنوضعها في اللاطه اللي غندخلها للفران، وغنغطيها مزيان وغنخليها حتى تخمر. هنا راه خمرات عندي العجينه او الخبيزات، غندهنهم بالماء، الماء فقط عادي بارد من الروبيني. كندهنهم كندهن الخبيزات بهذاك الماء مزيان. الماء البنات هنا الدور ديالو كيعطيهم هذاك الرطوبه، وهو اللي كيعطينا هذاك البرونزاج او هذاك اللون الذهبي من الفوق. كنرش بالحاجه اللي بغيت او كنزين باي حاجه متوفره عندي في البيت. انا هنا استخدمت زنجلان وكذلك استخدمت الشوفان. هنا عندي الشوفان رقيق بزاف او رقائق الشوفان كيف كتشوفوا، فهو كيعطينا واحد اللذه غزاله وكذلك صحي. وممكن كيف قلت لكم تستخدموا اي حاجه عندكم، حبوب مثلا، اي حبوب عندكم او لا بذور خشخاش او اي حاجه كتجي زوينه. كندخلهم الفران كيطيبوا على عافيه مهيله يعني نورمال، وكنخليهم حتى كيذهبوا من الفوق عاد كنخرجهم. الشكل ديالهم هو هذا كيجي الصراحه كيحمق وكيشهي بيان سور. لا بالنسبه الشكل ديالهم ولا حتى المذاق. كنتمنى انكم تجربوهم من قلبي لحقاش غزالين، وانا ان شاء الله كنوعدكم عمرني ما غادي نشارك معكم شي وصفه الا ما نكون جربتها وصدقات. هادو الصراحه ديال النهار الكبير ديريهم بوجهك احمر. الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا فيها فضلا وليس امرا. كذلك كنتمنى انكم تضغطوا على زر لايك، وكذلك تخليوا لي كومونتير. وشكرا بزاف للدعم ديالكم، وشكرا بزاف على الحب ديالكم.